احنا النهارده في مكان معروف جدا، هو قلعة صلاح الدين الأيوبي. بس أنا مش جاي طبعا أتكلم على القلعة كمكان بشكل شامل، يعني لا، أنا جاي أكلمكم على جزء منه، اللي هو الجزء اللي أنا واقف فيه ده. تمام. الجزء ده ساعات احنا لما بنبقى بنعدي أو بندخل القلعة بنكمل، ساعات ما نقفش هنا ونشوف ده ايه، لا يعني ساعات كلنا نكمل ونطلع لقدام ونشوف الحاجات اللي جوه وننسى الحاجات دي أو ما نعرفش دي ايه. تعالوا بقى مع بعض احنا كلنا نعرف الكلام ده ايه. طيب، مبدئيا قبل ما اتكلم على اصل المكان ده كان ايه، الحاجات اللي انتوا شايفينها دي حواليكوا، يعني المبنى ده اسمه سرايا الجوهرة. تمام. والمبنى ده وده اللي منه اللي انا هتكلم عنه، اللي هو دار العدل او سرايا العدل. تمام. والمبنى ده اللي هو دار الضرب، واقول لكم ده ايه برضو كنبذة. الكلام ده كله من ايام محمد علي، يعني كلها من تجديدات، وكل اللي انا واقف فيه ده تجديدات محمد علي باشا. تمام. ده مبدئيا عشان نبقى ايه، فاهمين. طيب، لكن تعالوا بقى نرجع بعقلنا كده لأصل المكان. مبدئيا أنا واقف في جزء، وده اللي هنتكلم عنه برضو، اللي هو ما يسمى الحوش السلطاني. أنا واقف في جزء منه اسمه الحوش السلطاني. والحوش السلطاني ده بيرجع أيام الناصر محمد بن قلاوون. بس قبل الناصر محمد كان المكان ده ايه، طبعا الناصر محمد من سلاطين دولة المماليك البحرية واتكلمنا عنه قبل كده. كان قبل الناصر محمد كان المكان ده بركة مياه أو بركة مياه كبيرة جدا. لما مسك الناصر محمد او جه الناصر محمد، قال لك انا عايز اعمل حوش كبير في المكان ده، وطبعا انا واقف في جزء منه. فردم البركه دي. تمام. وخد الحجر اللي حواليها واستغل الاحجار اللي موجوده في القلعه، وبدأ يبني او يعمل الحوش بتاعه. والكلام ده كان سنة 738 هجريا. لدرجة اللي هو بيقولك إن كان كل شوية الناصر محمد كان يباشر يشوف الدنيا وصلت لحد فين. بقول لكم ليه هو كان عايز يعمل الكلام ده. ولدرجة بيقول لك ان كان كل كان في امراء، وكل امير كان تحتيه 100 راجل، وكان في 100 بهيمة نقل التراب، يعني حاجة كان العمل كبير جدا. لدرجة ان بيقول لك ان كان في شغال في ناس كتير جدا. لدرجة الكلام ده كان في الصيف، وفي ناس ماتت من الحر. ففضل الكلام ده لحد لما خلصوا 738 هجريا. والكلام ده قعد حوالي سنة و30 يوم. يعني سنة و30 يوم فضلوا يعملوا في الكلام ده في الحوش السلطاني. وطبعا لما بقول ده جزء منه، لان كان مساحة الحوش كان 4 أفدنة، يعني 4 فدادين، يعني كانت حاجة كبيرة جدا. واللي كان المشرف على الحوش ده او شاد العمارة، المشرف عليه بقى بشكل كامل، واحد اسمه أبا عبد الواحد. أجبغ عبد الواحد ده كان المشرف على الايه، على الحوش او شاد العمارة بالنسبة للحوش السلطاني. تمام. ده مبدئيا. فالمكان ده كان اصله بركة، بعد كده اتقلب للحوش السلطاني في عصر الناصر محمد. طيب، لما جينا بقى نفسر ونقول طب ليه الناظر محمد يعمل لنا في المكان الواسع ده، طبعا وطبعا المكان الواسع ده ممتد، يعمل لنا حوش ليه؟ يقول لك عشان يحط فيه الأغنام والأبقار. واقول لكم ليه. هو كان طبعا بيجيبها من الصعيد ومن الوجه البحري. لدرجة بيقول لك ان بقى يعني بلغ عددهم حوالي 30,000. والكلام ده ليه بقى؟ لان طبعا ايام الناصر محمد او في المماليك بصفة عامة، كان طبعا في حروب زي الحروب الصليبية، الصليبيين، الصراعات الداخلية. فمثلا لو حصل حصار على القلعة، يتقطع طبعا الامدادات بقى، ممكن اكل وشرب، فيبقى عنده خزين. فكان من ضمن تفكير الناصر محمد وذكائه، قال لك الاجنام والافكار اللي موجوده في الحوش دي عشان تبقى حاجه خاصه طبعا لو حصل حصار، دي رقم واحد. وعشان كمان وقت الأعياد، لأن طبعا في العيد الكبير أو في احتفالات بتتم، فكانوا بيذبحوا كتير جدا. يعني واحد ما يذبحش مثلا خروف ولا حاجة، لا يذبحوا كميات كبيرة فيوزعوا على الناس. كان في حاجة اللي بتتعمل الأسمدة. يعني إيه الأسمدة دي؟ الأسمدة زي الصماد ده، اللي هو زي فكرة مواد الرحمن كده دلوقتي. كانوا يقعدوا ويوزعوا، والأمراء أو الناس تاكل. فكان بيحتاجوا كمية كبيرة من الأغنام وإيه والأبقار. عشان كده الناصر محمد بص للفكر ده، يقول لك ان المكان ده يبقى مملي من الاغنام والابقار بشكل كبير جدا، عشان يبقى حاجه ليا او خزين ليا، يبقى موجود بعد كده لو حصل حصار على القلعه، او يبقى حاجات خاصه بالاعياد والمناسبات، او خاصه بفكره الايه الاسمده او الصمات والكلام ده. تمام. طيب، طبعا الناصر محمد بن قلاوون لما عمل المكان ده للاغنام والابقار، طبعا وصل المياه، يعني كانت المياه بتوصل، وحط طبعا مجاري المياه او المياه اللي توصل برضو للاجنام والابقار عشان يشربوا. فهو كان المكان ده
قد ايه اللي هو عمله بشكل كامل عشان يخدم الغرض ده، فاتسبب اسم الحوش السلطاني. حوش يعني مكان واسع، والسلطان نسبة للسلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون. طيب، من الناصر محمد ابن قلاوون بقى، واحنا طبعا جت بقى الأحفاد والأبناء إلى آخره أسرة قلاوون. بدأ ده يبقى نقطة بداية، إن لدرجة إن بعض السلاطين المماليك يقعدوا يعملوا قاعات ويستقروا في مكان الحوش السلطاني ده، وده اللي هنتكلم عنه. يعني بدأ بقى إن سلاطين المماليك يجوا في الحوش السلطاني في الحتة دي، ويبتدوا يعملوا قاعات هنا، قاعات في الأماكن دي، تمام، ويقعدوا ويستقروا لدرجة يبقى مكان استقرار ليهم ويقعدوا فيه. بقول لكم، واتقلب المكان ده مش مجرد بس أجنام وأبقار، لأ ده بقى ليه وظائف تانية أو ليه أماكن تانية، وأقول لكم حصل إيه. طيب، يعني من ضمن الحاجات عندنا مثلا صالح عماد الدين بن نصر بن محمد بن قلاوون، تمام. ده عمل قاعة اسمها الدهيشة، والدهيشة هو كل ما يثير الدهشة يعني. طبعا احنا ما نقدرش نقول الدياشة دي معناها ايه، لان طبعا ممكن تطلق على كلمة قاع او زاوية، يعني ملهاش اصطلاح صريح، لكن في اللغة ممكن كل ما يثير الدهشة، تمام. والقاعة دي اتكلفت كتير جدا، وكانت القاعة دي موجودة ما في من فين وفين دلوقتي، عشان اقول لكم اصل المكان. كانت موجودة ما بين جامع محمد علي، وكانت ما بين سرايا الجوهرة، يعني ما بين دي كان في قاعة هنا اسمها الدهيشة. ومن ضمن القاعات برضو اللي كانت موجودة قاعة اسمها البحرة، تمام. دي من ضمن القاعات اللي كانت موجودة، ودي كانت موجودة ما بين سرايا العدل وما بين سرايا الجوهرة، يعني ما بين الحتة دي في الحتة دي كده، تمام. وكان في قاعة اسمها الأشرفية، وقاعات كتير جدا كانت موجودة في الأماكن دي. فالأماكن دي كانت في الأصل إيه، من أيام قلاوون كده وأنت طالع، من أيام أحفاده ناصر محمد بن قلاوون وكده، كانت مكان خاص بالقاعات. لدرجة إن الناس بدأوا يستقروا في القاعات دي. وعلى فكرة القاعات دي اتقلبت أماكن للسجون، يعني عايزة أقول لكم إن القاعات دي اتقلبت لأماكن للسجون. ومش كان سجن القلعة بس، وأحكي لكم حصل إيه بعد كده. طيب، كان جنب قاعة البحر، إحنا عارفين قاعة البحر نقول كانت في الحتة دي، أو ما بين سرايا العدل وما بين سرايا الجوهرة كان في قاعة اسمها البحر. كان جنبيها حاجات أماكن تانية خاصة بالناحية السلطانية، يعني كان في حاجة اسمها التشت خانة. يعني كان موجود من ضمن الحاجات جنبيها كده قريبة منها حاجة اسمها التشت خانة. والتشت خانة، تشت خانة يعني مكان الايه، مكان الغسل. غسل ايه؟ اللي كانوا يغسلوا فيه الخاص بالأقمشة، بالوسائد، المخدات يعني، السجاد، المقاعد، الحاجات الخاصة بالسلطان. فكان في حاجة هنا في المكان ده اسمه التشت خانة، تمام. طيب، كان من ضمن اللي برضو موجود منه كان مكان مخزن، مخزن او حاجة خاصة بالخيم بتاعة السلطان. ما هو السلطان ما بيطلع اي حرب او بيطلع اي مكان اكيد بيبقى قاعد في خيمة، لانهم طبعا بيقعدوا ايام، مش بيطلع كده وخلاص. فكان في مكان برضو في الحتة دي الخاص بخيم السلطان. وكان في مكان المطبخ، يعني كان برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة، كان الايه، المطبخ برضو اللي كان موجود. فكانت الاماكن دي كلها كانت ايه، قاعات، وتشتي خانة، المخزن للخام أو حاجات خاصة بخيام السلطان، والمطبخ. طيب، جه بعد كده في عصر السلطان قايتباي والغوري اتعمل القصور بتاعتهم. يعني كان هنا من ضمن الحاجات، هنا مكان سرايا الجوهرة والكلام ده كان فيه الحاجات الخاصة ب قايتباي. ومكان سرايا العدل أو ناحية سرايا العدل كده كان فيه القصر أو المقعد اسمه مقعد الغوري، أو المكان الخاص بالسلطان الغوري اللي كان بيقعد فيه، تمام. طيب، بدأت الدنيا تتطور بقى. المكان ده زي ما قلت لكم اتقلب لإيه بعد كده، أما كان حوش ومكان للأجنام والأبقار ومعرفش، لأ، بدأ يبقى أماكن بقى يتعمل فيه كالآتي. بدأ المكان ده يتعمل إن هو يبقى استقبال للسفراء. يعني كان السفراء اللي يجوا من بره كان السلطان يستقبلهم هنا. منهم مثال، يعني عندنا في وثيقة من الوثائق إن السلطان الغوري استقبل أحد السفراء في المقعد بتاعه، كان في الحتة دي اسمه المقعد الخاص بالغوري. حتى وصفوا المقعد بتاع الغوري وقالوا إن المقعد بتاع الغوري كان مكان منه مفتوح للهواء، يعني كان كبير جدا مفتوح منه للسما كده، وكان بيستقبل السفراء. دي حاجة تانية، كان مكان لاستيراد المنهزمين. يعني استيراد المنهزمين ازاي؟ يعني اي حد اتهزم في معركة، يعني منهم الاشرف بارسيباي. كان واحد خاص بملك قبرص اتهزم، فاستعرضوا في المكان ده يبقى فرجة للناس. فكان فعلا فرجة. كان السلطان الملك يقعد وحواليه سفرة او حواليه ناس، ويجيبوا المنهزم في المكان ده ويبقى فرجة للناس كتير. خلي بالكم، تخيلوا الموقف معايا. مش بس كده، كان مكان خاص بالموكب السلطاني. يعني الموكب السلطاني كان برضه يبقى موجود هنا.
وايام على فكرة الظاهر برقوق كان احتفال بمولد النبي. يعني كان مولد النبي ساعات، كان ايام الظاهر برقوق يحتفلوا بيه في مكان الحوش السلطاني في الاماكن دي. تمام. وكان على فكرة ايام المماليك قبل جامع محمد علي، ما احنا ده جامع محمد علي، كان في حاجة اسمها الايوان الناصري او الايوان السلطاني. ده طبعا بعد كده. فكان في الساحه بتاعته دي، في الحته دي برضه، او في الساحه الواسعه حواليه، كان في الجنود حاجه اسمها الخدمه السلطانيه، كانوا بيبقوا موجودين. وكان الناس تيجي عشان يعرضوا المظالم او النظر في المظالم اللي موجوده. فكان المكان، شوف المكان اتقلب لايه بعد كده، او بقى ايه في الوقت ده. فبقى كان ليه كذا وظيفه بشكل كبير جدا. طيب، ده بالنسبة للعصر المملوكي. احنا ماشيين واحدة واحدة، يبقى اتكلمنا عن المماليك والبداية من بداية كفكرة حوش سلطاني من أيام الناصر محمد. تمام. طيب، جه العثمانيين بقى. العثمانيين دخلوا، سليم الأول دخل. تمام. ودخل قلعة، خرب القلعة، خربوا كل حاجة. يعني بقى صراحة كده العثمانيين خربوا القلعة مبدئيا. يعني سليم الأول لما دخل، ما سرق وأنا بقول أهو، سرق كل الحاجات الخاصة بالقاعات، الرخام والذهب إلى آخره، ويسرقه وياخده ويوديه اسطنبول، وياخده ويوديه اسطنبول. فلدرجة بيقولك إن المؤرخين قالوا إن طبعا إن العثمانيين ده كان جيش كبير. لما دخل قلعة بيقولك إن الخيول بتاعت العثمانيين والجنود والكلام ده ملت الحوش، المكان ده، الحوش الكبير، المكان الواسع. فبيقول لك ان فضلات الخيول ملت الحوش السلطاني ده. تمام. وبيقول لك لما سليم الاول دخل، قفل خالص على نفسه، يعني ولا اختلط بالناس ولا عمل اي حاجه، ولم ينظر في مظالم الناس، ما نظرش في مظالم الناس. فالاماكن ايام، في المكان القلعه ده او في الحته دي بقت اتخرب ايام العثمانيين. وصراحه كده العثمانيين ما ضافوش اي جديد يعني، ولا في تطورات اتعملت ولا اي حاجه زي ما المماليك طوروا وعملوا، ولا اي حاجه بالاخص. بغض النظر عن جامع سليمان الخادم اللي موجود في القلعة، وده في العصر العثماني وهنتكلم عنه بعد كده لأن ده ليه قصة، لكن ده حاجة مختلفة. لكن هم خربوا، أو زي ما نقول كده ما ضافوش جديد في القلعة. فكان طبعا الولاة يقعدوا فين؟ كانوا يقعدوا في المكان ده اللي هو ناحية مقعد الجوري، أو المكان ده بقى. وكان منهم طبعا من أول الولاة اللي كان موجود واحد اسمه خيربك. خيربيك ده اللي بيتقال عليه في التاريخ اللي هو خايم بيك، لأنه خان المماليك. وده ليه قصة طبعا ممكن نبقى نحكي عنه يعني. وليه مجموعة موجودة طبعا، ممكن نبقى نتكلم عنها، المجموعة بتاعته أو الآثار بتاعته يعني. فكان بيقعد هنا. وكان لما بيقعد هنا كان طبعا قاعد في المكان ده، واتعرف المكان ده بعد كده باسم الديوان. يعني الحتة اللي كان بيقعد فيها دي اتعرف باسم الديوان. وكان بيقعد فيه في بعض الأوقات، كان ينظر في أمور الخاصة بشؤون الدولة والقرارات اللي بياخدها من السلطان. تمام. وكان ينظر في بعض المظالم أو الحاجات الخاصة بمصالح الناس في بعض الأوقات. وتعرف المكان ده باسم الإيه؟ باسم الحوش الباشا. مش حوش الباشا الموجود، لأ، باسم ديوان الباشا. يعني المكان ده باسم الديوان الباشا، نظرا لأن الباشا أو الوالي العثماني كان بيقعد في الحتة دي. طيب، العثمانيين زي ما قلت لكم ما ضافوش جديد. منهم واحد بس جه من ولاية اسمه عدل يكن، حب يعمل بصمة، فعمل لنا قصر. كان يعني يعتبر في الحتة دي، أو يعني يعتبر من ضمن الحاجات دي اسمه قصر يكن. بس بقى أطلال، يعني ممكن نقول في الحتة دي كده، بس بقى مش موجود دلوقتي. طيب، العثمانيين فضلوا موجودين. خلاص، مفيش جديد. طبعا اتخربت بصفة عامة. القلعة بصفة عامة مفيش تجديدات، مفيش تطورات حصلت لحد لما جه بقى محمد علي. محمد علي لما جه دخل القلعة، طرد خورشيد اللي كان موجود، الوالي العثماني اسمه خورشيد باشا. بدأ محمد علي بقى يخش القلعة ويعمل لنا بقى الحاجات بتاعته اللي احنا شايفينها دي واللي احنا هنتكلم عنها. طيب، طبعا محمد علي لما جه، طبعا القلعة كانت متخربة كده كده عشان في أيام العثمانيين. فهو بدأ يبني ويضيف ويحط. طيب، بدأ يعمل إيه؟ يعمل لنا بقى حاجات كتير جدا. يعمل لنا سرايا الجوهرة، ودي ممكن نبقى نتكلم عنها في وقت تاني. تمام. ودي السرايا اللي كان بيحكم منها محمد علي، يعني كان القرارات والحكم والكلام ده في سرايا الجوهرة. وعمل لنا دار الكتخودة أو سرايا العدل، وأقول لكم دي دلوقتي معناها إيه. وجدد لنا حاجة اسمها دار الضرب، اللي هي دار ضرب العملة. عشان كده تلاقوا الحاجات اللي انا حواليها دي دلوقتي من ايه؟ من تجديدات محمد علي. طيب،
واتعرف المكان الحوش ده، احنا قلنا كان اسمه الحوش السلطاني، بعد كده ديوان الباشا او الحوش الخاص بالباشا. بعد كده المكان ده اتعرف في عصر محمد علي باسمه واسعة الباشا. يعني المكان ده اتعرف في عصر محمد علي بعد كده باسمه واسعة الباشا. تمام، لان الباشا اللي بيقعد فيه او الوالي كان اللقب الباشا، فاتعرف باسم واسعة الباشا. طيب، من ضمن المكان اللي عمله محمد علي اللي هو ده بقى اللي احنا برضو هنتكلم عنه، اللي هو كان قاعات زي ما قلت لكم ايام المماليك، واتطور واتجدد، ومقاعد للغوري وقايتباي، وبقى دلوقتي اسمه سرايا العدل. تمام. طيب، المكان ده اتعرف باسم دار الكتخدة، واتعمل سنة 1814، يعني محمد علي أيام محمد علي 1814، واسم دار الكتخدة. والكتخدة أي وكيل الوالي، اللي هو كان وكيل الوالي بيقعد هنا عشان ينظر في مصالح الناس، المصالح والمظالم الخاصة بالناس. تمام. وتعرف المكان برضو باسم سرايا العدل عشان خاص بمثابة محكمة أو الأمور الخاصة بالعدل بمحكمة والكلام ده. والمكان ده حصل فيه حاجتين مهمين، يعني كان الدواوين ايام محمد علي كانت الدواوين بتجتمع هنا، يعني اجتماعات الدواوين اللي هي ايه، اللي هي الوزارات، لان كان في بعض الوزارات على فكرة كانت موجودة في القلعة. تمام، يعني كان من ضمن الوزارات كانت موجودة في الناحية في القلعة هنا، فكان ليهم اجتماعات بيعملوا بيها هنا عشان حصل لهم حريق في الأماكن بتاعتهم، فتعمل لهم اجتماعاتهم هنا. تمام. ومن ضمن برضو اللي حصل ان تعيين اما كانوا عايزين يعينوا ابراهيم باشا، القرار اللي اتصدر بتعيينه كان من هنا، من سرايا العدل، من المكان ده. تمام. طيب، المكان ده بعد كده قدام اتحول بعد كده مدرسة، يعني المكان ده اتقلب بعد كده مدرسة. تمام. وكان جنبه حواليه كده ما بين سرايا الجوهرة الحتة دي، يعني نقول في الحتة دي كده كان مركز خاص بالمعلمين بتوع المدرسة كانوا موجودين. وكان حواليه بعد كده بقى حواليه او جنبيه مركز خاص بالعساكر، او سكنات خاصة بالعساكر او الجنود كانوا قاعدين فيه. وفي 1936 المكان ده اتحول لصالة تحقيق. يعني المكان ده اتعرف بعد كده 1936 صالة تحقيق. وكان ورا سرايا العدل ده، وراه بالظبط كان في حاجة اسمها الكتب خانة، اللي هو مكان دار الكتب. 1949، تمام، يعني نقول أيام الملك فاروق كل الكلام ده اتشال، والوظيفة بتاعت سرايا العدل مبقتش موجودة، وحاجات كتير جدا. طيب، لو هنوصف المكان ده بشكل سريع جدا المكان ده بيتكون من دورين، دور أرضي ودور علوي. تمام، أو الدور الأرضي والدور الأول. الدور الأرضي زي ما انتم شايفين في مدخل اهو بيتكون من 3 عقود، يعني 3 عقود اللي عاملة زي شكل الحدوة دي. ده هو العقد الأول والعقد التاني والتالت، أكبرهم العقد اللي في النص. تمام، يعني العقد اللي في النص اللي هو ده أكبره. تمام. ومنهم بيدخلك على صالة مستطيلية، صالة بشكل مستطيل واسعة. تطلع منه بقى عشان تطلع الدور الأول. تمام، سلم بجناحين. يعني ايه بجناحين؟ يعني سلالم هنا وهنا. تمام. كل واحدة فيهم 31 سلمة، ويطلعك طبعا على المدخل بتاعه، ويدخلك برضو على صالة، بس دي صالة مستطيلية كبيرة. تمام، فيها حنية يعني زي محراب كده، بس احنا ما بنقولش عليه محراب، احنا بنقول عليها حنية. مرتفع شوية على الأرض، والسقف بتاعه واخد فيها شكل مقبي، يعني واخد شكل قبة. ولو بصينا من بره نلاقي فيه 3 شبابيك من الحديد هنا و3 شبابيك من الحديد هنا. تمام، دي القاعدة ايه باختصار. طيب، تعالوا يقابلنا من دي الناحية الجنوبية على فكرة، يعني ده اسمه كده من الجهة الجنوبية عشان تبقوا عارفين. طيب، يقابلنا كده من الجهة الشمالية، اللي هو ده، اللي هو المبنى ده بقى ساعات ممكن ما نبقاش نعرفه. المبنى ده اتقسم لجزء شرقي اللي هو الحتة دي، وجزء غربي اهو اللي هو ده. تمام. الجزء الشرقي او القسم الشرقي ده كان مركز لضباط مضخات الحريق، يعني ده كان مركز لضباط على فكرة مضخات الحريق. وكان مخزن خاص بعربيات السكة الحديد، وكان مخزن أو تستعمل بعد كده مخزن نهاية الآثار. تمام، ده الجزء الجزء الشرقي. طيب، لو بصينا على الجزء اللي هو المكان ده، المدخل ده اللي هو فيه نقطة الشرطة، أو المكان الخاص بالشرطة ده، ده المكان اللي كان بعد كده كان اسطبلات لخيول الضباط، وكان خاص بالحاجات المنقولات، يعني الحاجات اللي بتتنقل وكده. تمام. ايام برضو محمد علي كان ما بين المباني دي، ال4 مباني اللي انتوا شايفينها، كان في ملعب على فكرة هنا اسمه لعبة خاصة اسمها لعبة الكريكت.
على فكرة اللعبة دي كانت مشهورة جدا. لعبة كريكت دي لو بحثتوا عنها يعني دي لعبة معروفة جدا ومنتشرة في انجلترا بشكل كبير جدا، واستراليا انتشرت في القرن الستاشر. هي لعبة بشبيهة بالايه بالبيسبول. يعني كان في كمان، يعني كان في ألعاب أو كان في يعني المكان ده كان فيه ترفيه اسمه لعبة اسمها الكريكت. تمام. طيب ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم، تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. وإن شاء الله ممكن أعمل لكم على كذا مكان في القلعة كده نعرفوا مع بعض، ممكن يكون مش معروف عندنا ونعرفه مع بعض. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.